يمكن هذا نستغني عنه، نعتبر سلاح حاد. فلوقنا فاضي يا شباب، أهم شي إنه كل شي يتوثق. آخر شي هذا كله اللي قاعد أسولف فيه، وآخر شي ما يسجل. تبون مثالية زايدة؟ ما عندي. صباح الخير، صباح النور، مع فلوق. والله ما أعرف كيف أبداها، خلنا نقلب الكاميرا. يا هلا مرحبا فيكم يا إخوان. بعيدا عن الألعاب، بعيدا عن الصدع، حابين نغير جو شوي، نعطيكم وقتنا الثمين. مالكم ما تستاهلون، بس يلا اصبر شوي، خلنا نثبت، نقعد ونسولف. يلا يلا، للحين ما عرفت استخدم الفون صح ولا غلط. اتوقع كذا اوكي، الصوت واضح. نايس، حلو. شي وكنا بنسولف، اطلع الفاضي كالعادة مكان السيت اب. الحين نعطيكم مقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بمقطع جديد، ان شاء الله باذن الله يكون مقطعنا خفيف عليكم. عندنا سفرة قريبة، حابين نجهز. خليكم من المقطع، ما في انترو، على طول بنكمل فلوق هذا. اوه صحيح، حبيت اراويكم السيت اب حقي اللي ابث منه، اللي كان يتلقف يقول كيف السيت اب حقك. زي ما تشوفون زي الفل. اذا عندكم اقتراحات او شيء بلغونا. الوضع زي ما تشوفون. والله الصراحه مش متعود امسك الكاميرا واتكلم، سمري اهبل. طبعا كصباحيه، تو الساعه 10 الصبح، ما الواحد ما يدري ايش يسوي. شوف الجو ما شاء الله تبارك الله، مغيمه، ان شاء الله تمطر علينا مطر طيب. فالواحد ما يعرف يسوي. اتمنى الصوت حتى يكون واضح. سوينا قهوه على السريع. والله تحسب لي اهبل بشكل ما تصور. اني الستة والقهوه يا شباب، اللي حاب يشوف اللقافه عنده. طيات سخنات، المعروف لا يعرف. بدون داعي. بوزيشن للكاميرا يبغى شغلانه. الله المستعان، لازم تعود عليه. فوق البتشة تلاقيها طارة كسرت. ما في فلوق، خلاص كنسل. هي نفس الكاميرا اللي نبث فيها، لا في بث ولا في شو اسمه. دورها من الله، والله العظيم. يوم ما تسخن يبغى لها نص ساعة. خلونا نجهز شنطتنا، وتعال الفلوق لازم يكون مستمر كذي، ما بنخلص. عندنا تجهيزات بسيطة، ينزل كيف. يعني نسوي زوم مثل ما تشوفون. تجهيزاتنا: الشنطة ذاهبة، جاكيت، جوتية، شنطة باك باك يسمونه، هاند باك، ما أعرف، المهم باك. هذا أهم شيء، لا تنسونه يا شباب، السفرة مزعجة ترى، لازم الواحد ما يدري ايش يسوي. ما أعرف أسولف، تبى الصراحة ما متعود على الكاميرا، مش ذاك الزود يعني، أو صديقة السفر هذه، ما أعرف كيف. هذه الشنطة صديقة السفر يا شباب، لازم في كل سفرة أشيلها وياي، مع إنها متقطعة، بس يلا. اللي يسأل من وين أخذتها ما بقول لك. كيف يا أخي، أخذت القطعة هذه من تيمو، ما أعرف، قلت بجربها يعني، مثل ما تشوفون. وين تركب مثلا على القزاز، تركب على القزاز، تلزق فيها الكاميرا. الكاميرا عندي هاند حقه تقريبا. ايش رايكم فيها؟ فنانة صح؟ ادري انها فنانة، يعني تنفع ان شاء الله. يقولوا تنفع في السفر، ما يزخوني في المطار يقولون شو مهرب. هذا شيء جديد، لازم اراويكم اياه. ما اعرف، احس انها خصوصية، بس انتم انتهكتوها الله يسامحكم. تبون تتلقفون صح؟ اراويكم شو عندي في الغرفة. دائما تتلقفون من ورا الكاميرا، تقولون شو هذاك شو هذاك. هذا السيت اب اللي ورا الكاميرا. مثل ما تشوفون عندي ماكينة تلكس بلو ميني، هذا طبعا خلاص ما تستخدم البريك، مش للبيع طبعا. وهني السيت اب بسيط متواضع، حاط فيه كم شغلة. واللي يتفلسف يقول ليش التلفزيون بعيد عن الكنب، حب اقول لك عندي كنبة ثانية. اقصد الكنبة هذه دائما يشوفونها من الكاميرا، يقولون ليش الكاميرا هني التلفزيون هني، يتلقفون. دخلت في خصوصيتي الصراحة. هذه الغرفة المفروض ما تتصور، بس جالس قاعد أبث منها. ما شاء الله تبارك الرحمن، شكل أصيب النافع. الله يكتب لي فيه الخير. تمطر علينا مطرة حلوة قبل السفر، منها نستمتع بالمطر ونسافر. أدري أسولف واجد وقرقر واجد، والله مش متعود أمسك الكاميرا، أحس عمري أهبل. إيدي بعد فترة بيجيها شد. هني صح نسينا أراويكم تجهيزات خفيفة. طبعا كمحب قهوة، مثل في 60. شو المحصول اللي شايلينه ويانا؟ كالعادة بلاك نايت، المعروف لا يعرف. كيت كات، نبغى ستاندرد كلاسيك. عندي الشباب ما يشربون اي شيء، مع اني انا احب شو اسمه الاثيوبي، بس لازم. هني السيرفر، التاج حق المطار من المرة اللي طافت، بعده موجود. والله يمكن هذا نستغني عنه، نعتبر سلاح حاد. فجأة يشيلونه من المطار. في مطارات تمشي، في مطارات ما تمشي، بس شكلنا بنستغنى عنه، سبت ما ننساه، خله برا. والبريك في احتمال يدخل في الشنطة الكبيرة، ونكنسل الموضوع انه يكون في الشنطة هذه، يعني ليش طرف حاد، في احتمال كبير بعد ينشل. فما ودنا على المشاكل، تعرفون المطارات وايد مشددة. والسفرة هذه بتكون برعاية المطحنة. وينك يا مطحنة روينا وجهك. هذه المطحنة زيد ما ادري شو اسمه، حجمها صغير، افضل من الكومندانتي. مش افضل كطحن،
بس أفضل كحجم وتمشي الغرض. وهيك يقولون الشباب شو عنده المينون هذا يصور غرفته بشغلكم. طبعا يا اخوان قبل ما تشربون قهوة عليكم بالتمر يا شباب، كلوا لكم شيء خفيف قبل ما تسلطون القهوة تعبكم يصير. ابى اثبت الكاميرا مني ما عندي ستاند، لازم نشوف ركن حديد هذا اوكي بس يطيح على وجهه انه يمكن يثبت. حلو هني يثبت 100. صراحة فنانة يا اخي الحركة، ركب له مغناطيس وخلاص. اي مكان عقه هي وتمشي الامور. ان شاء الله ان الصوت واضح، لازم اصارخ عشان يبين الصوت. يقولون طول السفرة صوته واطي ما يبين. ننزل برا نشوف الجو، رايح جاي رايح جاي. ما شاء الله يا الغبار، والله ما هو مطر شكله غبار. الدنيا كيف مغيمة ما اشوف غير غبار، الدنيا كل ما غبار، في شمس بس مش واضحة مغبرة شكله. ان شاء الله تنزل مطرة حلوة تنظف الجو. هذه فعالياتنا يا شباب. ما اعرف هو يبين وجهي اصلا ولا لازم كذا شمس. دائما لازم تمشي بوجه الشمس، تمشي كذا تختفي. أنا نستخدم فلاش معها يعني نحاول نصور دائما بجهة الضوء، وهذا اللي أفضله. بس في الليل لازم فلاش صراحة، شكله بشري ضامن ظلمة ما يبين شيء. الله يعوضكم بخير. نوري مغطي أدري بس يلا. يا أخوان ما توقعت أن تثبيت الكاميرا لحد ذاته مزعج، واحد ما يدري شو يسوي. دور مكان قريب تعلقه فيه ما في، لازم نشوف لي بروتوتايب يعني نعلق شيء. حلو نحطه هني صور مثل الفلوج العادي مال تيك توك بس لكن مرتفع كان. اوه نسيت عندي ترايبود يا اخي. العقل يا اخوان العقل. الكاميرا دورنا هي هذا. شوف يا اخوان حتى حجم صغير ما يضيع. والله ينفع حق سفر. فجأة يتشله في المطار يقول شو جايب وياك؟ جايب حديدة؟ يا اخي مشاكل المطار هذه اخاف منها تبغى الصدق. واحد ما يبين تل من اذنه اللي يركب. ما يركب. شوف راسه كيف هني تركب على البطارية بعدين تركب على يكروش من الحين. بحطه في الشنطة مع الشحن يمكن نستخدمه هناك يمكن ما نحصل شيء يثبت عليه. من الحين اوكي زين ما فهمت بس يلا. ناخذ من هذه حق البي سي نفسه. خليكم التصوير ثبتوا بالارض ثبتوا لا تتحركوا. بس بطل هذه ادري فلوقنا فوضى يا شباب. اهم شيء انه كل شيء يتوثق بعدين قاعدين نقصص ونرتبها كيف. جيتني وصلت نسيت الترايبود يا اخي مخمون. هالقطعة تركب دايركت في هذه تركب دايركت في الكاميرا. نتعلم شباب تحملونا. اذا عجبكم اصلا كتبوا لنا تحت انه في احتماليه نتطور. اذا ما عجبكم من الحين قولوا لنا عشان ما نضيع وقتنا. تركب دايركت اغطني. والله ودي اثبتها صوبة شوي. انا عارف كيف تثبيتها بهذه. حطها هني فجأة الكاميرا تطيح. شو رايكم؟ على بركة الله. حلو ثبتت هذه مثل ما تشوفون. بطة كذي شوفوا فنان بورتبل على طول ستاند ثابت. تجيب الاخ هذا تحطه هون هونيك تحطه. حلو في اهتزازات ما في اهتزازات. ويلكم تو ريال رياليتي. كذا الامور طيبة. حلو خلاص كنا تمر انتهى الموضوع. رجعوه بكل تفاهة. اول شيء يا اخوان علمكم بروتوتايب سريع القهوة. اللي ما يعرف اللي يعرف يكتب لنا تحت في التعليقات شو احسن محصول تشربه. عندنا هالمحصول في شوية ما نخلصه. ميزان. هو يا احمد كيف هذا ميزان؟ تكنولوجيا. اشتراكم كله اشتراكم. اخر شيء هذا كله اللي قاعد اسولف فيه واخر شيء ما يسجل يا رجال. نبى باقي 13 دقيقة. 9 هامش. ادري الصوت فوضى. 9 هامش. حط القهوة نطحنها. اللي تليقف قهوة مطحونة. ليش يا احمد تغسله؟ ليش؟ بس كيفي مو بشغل. وسخ من اخر مرة ما نظفتها. طبعا حضرة جنابكم صاحبين في شو اسمه نسيت اسمه يا اخي. في البث ما تدخلون صرتوا تتغلون. يعني اذا العاب المحاكيات ما تعجبكم الحين قولون عشان نسحب عليكم. مش نسحب عليها ما في. لا تحاول تجامل انت وياه. وضع الحين سولو على قولتهم. سولو. وين جاي بركب بورتا فلتر نسيت. هذا نسميه بورتا فلتر. هذا نسميه ما اعرف. هو باسكت هذا اللي داخل وهذا باسكت. زي كذي فليب. تبون تلاقون صح؟ اراويكم صبروا. تحط القهوة تستخدم أداة حادة توزع شو يستوي على قولتهم. فك التكتلات اللي ما تنفك بعدين تطعنها بالدمبر. طعنها ليش اللي جرى. توني استوعب. عندنا هذا اوريدي وسخ بس يلا
بس انتهى الموضوع. كبسنا خلصنا نرجعكم فوق. حلو على الماكينة. هذه الفوطة الزرقاء حق الحليب، فلازم دائما كذي تكون مغسولة عشان تنظف من بعدين. طبعا ما يحتاج شرح. كوب، ميزان. للحين تركزون؟ يلا الدرس الاول عيدوه من اول، كتبوا الخطوات تحت عشان اتاكد انكم درستوا. انا تعب عمري على الفاضي. شو بسم الله. وما عليكم بالتوقيت انه كله اكس اكس اكس، محصول قديم. عارف من شهر كم؟ هو من شهر واحد. شوف الحين نصه يطير يوصل لي كدوره. شكرا. لا طحنا كم الناس ولا وقت كم الناس ب 14 ثانية. سو سويت. نجيب حليب. هذا الحليب هذا نسميه بتشر. بتشر الحليب. بتشر ابريق يعني بالعربي. يا الثقافة يا الاوروبي. ما يخالف. طبعا هتعبي فيه غاز شو اسمه تاير كأنك بنشاتي. وتدخل هواء سبت بس يظهر لك بت فوم. ثقافتي أوروبية ما تعرفون. استغفر. احترقت كالعادة. إذا ما احترقت ما تعتبر سويت قهوة. بسم الله. تبون مثالية زايدة؟ ما عندي. خلوها في البيت لو سمحت. ليتل بيت ارت. نزل تحت خلنا اوريكم كيف نرسم. بسم الله. ما اعرف شو اسمها بس اهم شيء انكم شفتوا يعني بينكم. هاي القهوة اللي غثكم فيها في البث. والله الصراحة الستاند رهيب. عجبتني الفكرة. بعتمدها بالشلة وياي السهرة. فجأة مطلعها من الشنطة وبصقع في حد. اصقع يعني بضرب فيها. بسم الله. كيف نسوي ترانزيشن؟ ما اعرف كيف. ما استوى شاشة سوداء. ليش؟ فوضى صح؟ يلا تشاو.